المدرس النهارده بقى زي لاعب كرة القدم. لو بيتعامل باحتراف، بيتمرن وبيلعب صح وبيستخدم أدوات قوية، هيكسر الدنيا ويعمل اسم. ولو غير كده هيفضل لاعب محلي بيجري كتير بس مفيش نتيجة. وعلشان كده، وطالما انت كمدرس أهم عنصر في العملية التعليمية، كان هدفنا في درسلي إننا نديك أدوات تحولك من مدرس عادي لمدرس محترف. تعال أقول لك إيه الفرق بينهم. المدرس العادي بيطلع لايف 40 دقيقة وزوم بيفصل والشرح يقف. المدرس المحترف لايفه مدعوم بالذكاء الصناعي، شغال طول الحصة من غير أي انقطاع. المدرس العادي بيسجل اللايف ببرنامج، وأحياناً التسجيل ده بيضيع. المدرس المحترف اللايف بتاعه بيتسجل اوتوماتيك وبيترفع في مكانه، والطالب يقدر يشوفه في أي وقت. المدرس العادي بيرفع محاضراته على تليجرام أو يوتيوب ولينكات في كل حتة. المدرس المحترف بيبقى له سيستم رفع محاضرات لحد 100 جيجا بايت، كل حاجة في مكان واحد. المدرس العادي كل شوية يجيله سؤال: هدفع كام؟ هدفع إمتى؟ المدرس المحترف له اشتراك واضح منظم، والطالب عارف كل حاجة قبل ما يدفع. المدرس العادي بيستخدم امتحانات جوجل فورم ولينكات كتير وتصحيح يدوي. المدرس المحترف عنده نظام امتحانات وواجبات متقدم وكمان تصحيح تلقائي. المدرس العادي بيستخدم إعلانات ممولة عشان يوصل لجمهور مش مهتم. المدرس المحترف بيستخدم سيستم تسويق داخلي بيخليه يتشاف من طلاب بالفعل بيدوروا عليه. المدرس العادي بيبقى ولي الأمر معاه تايه ومش عارف ابنه بيعمل إيه. المدرس المحترف بيقدر يربط ولي الأمر والطالب في نفس الداشبورد علشان المتابعة والاطمئنان. وضيف على كده نظام أكواد خصم تتحكم بيه في دخلك، مش مجرد شغل عشوائي. وفي الآخر القرار ليك. لو حابب تكمل كمدرس عادي براحتك، ولو حابب تنضم لفريق المدرسين المحترفين، احنا موفرين اشتراك موحد بسعر على قد الإيد. ابعت لنا رسالة وسيب الباقي على درسلي.